تمشي بخطوات تسير خلفها جيدا إلى مجد سما نحو الفلك. اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، مساكم الله بكل خير مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات، وحلقة جديدة من حلقات الرد على الزميل الحسناوي. كنا شفنا في المرة الفائتة رد توضيحي بخصوص أن الخطاب السائد، التوجه العام السائد الذي يطفو على سطح النقاشات والاعتراضات وما يتبناه بين قوسين المخالف، هو نفس الكلام ونفس السيناريو ونفس السيمفونية السائدة في الكنيسة. واخترنا أيضا شخص يعرفه جيدا الزميل الحسناوي، كما اخترنا أيضا شهادة لأحد رجال الدين النصارى النشيطين على مستوى الحرب على الإسلام، على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. إكمالا لسلسلة الردود والتي سنتوقف إن شاء الله بإذن الله في بعض النقاط التي أشار إليها الزميل الحسناوي. وأنا أود حقيقة أن يكون حواري وردي معه أنيقا وهادئا، وخصوصا بأنني أود أن أخوض في مسائل معرفية ومسائل علمية، وبالتالي أرجو أن أوفق أن أترفع عن السباب أو الشتم أو التعيير أو استعمال ألفاظ تنهل من المعجم السوقي. أود حقيقة أن يكون النقاش أنيقا ونظيفا وهادئا وعلميا. الفكرة تقابلها فكرة، حجة بحجة، دليل بدليل، طرح بطرح. أما من باب تسميم البئر والشخصنة، فأنا شخص في هذه الحوارات وفي هذه السلسلة هذه أود أن أربع بنفسي عن هذا المستوى. قلت أن الزميل الحسناوي ذكر واستشهد لنا بكتاب لعبد الرحمن بدوي، وهذا الكتاب الذي جزء منه كتبه الدكتور الفيلسوف عبد الرحمن بدوي، وجزء آخر قام بماذا؟ قام بترجمته من كتب وأطارح مستشرقين. ما استوقفني حقيقة ويستوقف كل شخص يعرف ألف باء بحث أكاديمي، وأي شخص يعرف ألف باء منهج في البحث وطريقة أكاديمية متزنة متوازنة وليست انتقائية وموضوعية وغير منحازة، لا يمكن أن يتحدث عن طرح شخص دونما الحديث عن محطته الأخيرة، قناعاته الأخيرة، رؤياه الأخيرة، ما يتبناه في آخر عمره وآخر لحظات حياته الفكرية. للأسف الشديد الزميل الحسناوي، وأنا سأكون معه قاسيا قساوة الحقيقة وقساوة المعلومة إيمانا مني بأن المستمع له كرامة، المتابع له كرامة، فاحترامي لكرامة هذا المتابع، هذا المستمع الذي يشرفني بوقته، احترامي وتقديري، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، أن أكون معه دقيقا ونزيها في إعطاء المعلومة، حتى وإن كان فيها بعض القسوة مع الطرف الذي دلس وأخفى وضلل، لكن تبقى المعلومة عندي أنا مقدسة، وهي أسمى وأرفع من بعض الأشخاص الذين أرد عليهم أو أتفاعل معهم. قلت
أن مثال واستشهاد الزميل مصطفى الحسناوي كان في فترة معينة، وهي فترة التمرحل الفكري لعبد الرحمن بدوي، أي أنها ليست قناعته الأخيرة وليست محطته الفكرية الأخيرة، وليس ذلك القول ما تبناه إلى آخر حياته. فما طرحه الزميل الحسناوي لا يعدو إلا أن يكون محطة، هذه المحطة سينقلب عليها عبد الرحمن بدوي في كتابين باللغة الفرنسية، أحدهما دفاع عن القرآن والثاني دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتاب الذي استحضره واستشهد به الزميل مصطفى الحسناوي كان في فترة لا دينية عبد الرحمن بدوي، أو إن أكون أكثر دقة، لم يكن في تلك الفترة مسلما، لكنه هل سينتهي به المطاف غير مسلم؟ الجواب قطعا لا، بل أكثر من 30 سنة الحمد لله سيكون مسلم، وبها ستختم حياته على الإسلام، بل بنقد المستشرقين والطعن في الكثير منهم الذين وصفهم في كتابه دفاع عن القرآن ترجمة كمال جاد الله. أنا لا أريد حقيقة أن أحرق المراحل لكي نسير بشكل منهجي مرتب. قلت يا إخوان، كمال جاد الله ترجمة لعبد الرحمن بدوي الذي كتبه بالفرنسية، مؤسسة نشر باريس 1989، والذي وصفه بعض المستشرقين الذين رد عليهم بأنهم ضعفاء على المستوى اللغوي، فقراء على المستوى اللغة العربية، وأنهم حتى من الناحية العقلية، وأقصد العقلية بمعنى أن غلبت العاطفة الحاقدة، الكراهية التي تملأ صدورهم، غلبت عواطفهم وانفعالاتهم على الجانب العقلاني الصرف الذي يحتاجه كل بحث موضوعي وأكاديمي. لكن هؤلاء كانوا مدفوعين بماذا؟ بعاطفة الحقد والتعصب اتجاه الإسلام. بالنسبة لمؤلفات وكتب عبد الرحمن بدوي، يعني نحو 150 كتاب، هناك أعمال أجنبية أصدرها بلغات أجنبية، كما ترون على الجدول على الشاشة الأعمال الأجنبية وسنة التأليف. وما يستوقفني الآن هو ما ذكره واستشهد به الزميل الحسناوي، وهو مؤلف من تاريخ الإلحاد في الإسلام. والسنة دققوا معي يا سادة، سنة التأليف 1945. هل 1945 هي السنة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة من العمر الفكري للفيلسوف والمفكر عبد الرحمن بدوي؟ الجواب قطعا لا. الجواب قطعا لا، بمعنى أن استشهاد واستحضار هذا الكتاب من الناحية البحثية زميلي الحسناوي، من الناحية الأكاديمية يعد تدليسا، لأنك تستشهد برجل في مرحلة معينة، تلك المرحلة المعينة لن تكون المحطة الأخيرة، بل هي إحدى المحطات التي سينقلب عليها انقلابا فكريا. دائما نتحدث انقلاب فكري، انقلاب معرفي، انقلاب على مستوى القناعات وعلى مستوى الإيمان أيضا. وبالتالي ما كان يطرحه ويدافع عنه، وخصوصا بتاريخ الإلحاد، سنرى بأن جزء منه ألفه وجزء ترجمه، سنراه ونتوقف يعني بعض الوقت مع الكتاب الذي استحضره الزميل مصطفى الحسناوي. قلت لكنه ليس محطته الأخيرة، ليست هي قناعته الأخيرة، ليس هو إيمانه النهائي، بل الكتب التي كانت عبارة عن نقد ونقد بالدال والضاد، نقد لما جاء في الكتب الأولى، لما ألف، للأطارح التي طرحها، ربما كان يتبناها أو لا يتبناها، لكن يبقى موقفه الإيماني كان موقف ليس موقف مسلم. اختتم المفكر الرجل الاستثنائي بكل المقاييس عبد الرحمن بدوي مسيرته الفكرية
ولا اعتقادية بالرجوع والعودة والهروب بتعبير الدكتور سعيد اللاوندي الهارب، وصنفه ووصفه بأنه الفيلسوف الوجودي الهارب إلى الإسلام. كتابين باللغة الفرنسية، أحدهما معنون ديفونس دو كورون كونتر سي كريتيك، والثاني معنون ديفونس دو لا في دي بروفيت محمد كونتر سي ديتراكتور. بالنسبة لكتاب ديفونس دو كورون كونتر سي كريتيك الذي سنراه إن شاء الله بإذن الله في هذه الحلقة، هناك ترجمة بالعربية، ترجمة كمال جاد الله، والتي فيها يعني يفند عبد الرحمن البدوي رحمة الله عليه مجموعة من الأفكار والأطاريح المتداولة عند بعض المستشرقين الذين يصفهم بأنهم محدودي الضعفاء على مستوى اللغة، ضحالة لغوية واضحة، جهالة جهلاء، هكذا يصفها في المقدمة. ثم يوضح مسألة مهمة، وأن بعض المستشرقين مدفوعين بالتعصب الديني، مدفوعين بالحقد، مدفوعين بالكراهية، وهو رجل خبر الاستشراق والمستشرقين. لا يمكنك إطلاقا أن تتحدث أو تقرأ عن الاستشراق باللغة العربية ولا تتوقف عند موسوعة المستشرقين لعبد الرحمن البدوي، واللي سنة التأليف 1983. دققوا معي في التواريخ مزيان الإخوان، كنا 1945 الكتاب الذي استحضره الزميل الحسناوي من تاريخ الإلحاد في الإسلام. كذلك موسوعة المستشرقين، يعني لأنه رجل مطلع دارس باحث. ما يلي هذه التأليفات والإصدارات: كتاب دفاع عن القرآن اللي كان سنة 1983 كيف كتشوفوا في الشاشة، ودفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان في 1990. أعزائي المستمعين الأفاضل وعزيزاتي المستمعات الفضليات، سنفهم واحد المسألة مهمة، وهي أن نقاشنا حول عبد الرحمن البدوي هو نقاش عرضي، لكن لماذا طرحه الزميل مصطفى الحسناوي؟ الزميل مصطفى الحسناوي طرحه لكي ينقذه من ماذا؟ ويخرجه من عنق الزجاجة. هذه الزجاجة الذي بداخلها ماذا يوجد؟ يوجد رضاع الكبير، بول البعير، سبايا أبطاس، غزوة بني المصطلق، وغيرها من الخطاب الذي يوجد عند الكنيسة. وأنا أتحدى بلا تواضع، أتحدى كالعادة بلا تواضع، بعجرفة، بكبرياء وخيلاء، وحق لي ذلك. سولوا فرعون علاش تفرع عنتي، قال له بقيت على بال. منين انت تهرب النقاش لعبد الرحمن البدوي؟ وعبد الرحمن البدوي ختم مساره الاعتقادي بالإيمان والعودة إلى الإسلام والهروب للإسلام والرجوع للإسلام والفرار إلى الله. وكتاباته الأخيرة ختمها بنقد ونقد ما أسلف تأليفه وكتابته. اللجوء إلى ابن المقفع مع فرانشيسكو غابرييلي، واللجوء إلى كارلو ألفونسو نالينو وميكيلانجيلو غويدي وبول كراوس مع ابن الراوندي، واللجوء لابن الراوندي وابن المقفع ومحمد بن زكريا الرازي لن ينقذك من الخطاب السائد الآن واللي كنسمعوه كاملين. أتحدى بلا تواضع أن ابن الراوندي يحدثنا عن زواج عائشة. أتحدى أنه هذا ضمن عرف حتى لهنا كان سائد، يعني حتى في زمن ابن الراوندي كان سائد بالمناسبة، وبالتالي هذا لا يوجد. لكن نريد أين يوجد هذا الخطاب؟ الخطاب لا يوجد عند ابن الراوندي، لا في التاج ولا الدامر ولا الزمرد ولا الفريد. أتحدى شيء اسمه بول البعير، أتحدى وجود في كليلة ودينة شيء اسمه زواج عائشة. أتحدى بلا تواضع غزوة أو بني المصطلق. أتحدى بلا تواضع كالعادة، وحق لذلك وأكررها وسأكررها من جديد، شي حاجة شنو سميتها جهاد العرض والطلب عند محمد بن زكريا أو عند ابن المقفع. هذا الخطاب هذا هو الخطاب السائد. فاستحضارك لابن الراوندي
والابن المقفع محمد بن زكريا الرازي لن ينقذك باش تغطي وتخفي هذا الخطاب اللي سائد عند الكنيسه في مواقع النصارى، واللي هادشي غادي نفضحوه. وانا اعدكم واعد المستمع الكريم ما غتبقى شي حاجه مخبيه. هادشي اللي كيخافوا منه كيتحرجوا منه كيحاولوا يغطيوه بخطاب اخر بسميتو بالتضليل، بتغيير النقاش، بتهريب النقاش، بتغطيه النقاش بنقاش اخر، باستحضار معطى اللي يغطيو على معطى لا ينفع. لا نجوتم ان نجوتم. كلشي غيتفضح، كلشي غيتكشف، كلشي غيتورق. المعلومه خصها توصل للناس. وهذه محاوله تعتيم والتضليل ومحاوله احتكار المعلومه لممارسه الوصايه، لا وصايه بعد اليوم. الكل سيطلع ونخرجوا الناس من انه يسمع بودنيه وتعطيه المعلومه من الموقع ومن القناه اللي بغيتي وتغطي على اللي بغيتي. ما بقاتش. مع مغاربه ضد الالحاد عينك ما تشوفش النوم. مع مغاربه ضد الالحاد لا مسكوت عنه. مع مغاربه ضد الالحاد سيقدم اللصوص الى العداله، وسيتم حمل اللصوص الى المحاكمه الاخلاقيه باعتبارهم لصوص، ويتم الاعتقال المعرفي للصوص، وسيتم تتوير بعض من تم استحمارهم من حمير الكنائس. وكثيرين الحمد لله من يفهموا هذه اللعبه وفهموا هذه السرقات بداوا في احتقاركم، بداوا كيلوموا راسهم لانهم في لحظه ما في وقت ما ثقوا فيكم وثقوا بخطاباتكم وثقوا بكلامكم. لكن اقولها دائما، وخصوصا اننا نتحدث عن فرانشيسكو غابرييل اللي غنقول لك المثل الايطالي اللي بوجي انو لي غامبي كورتي. الاكاذيب عندها ارجل قصيره، سرعان ما تفضح وسرعان ما تكشف، والتمثيل ما يمكنناش نمثلوا على الناس يعني على طول الوقت. نرجع لواحد النقطة مهمة وهي مسألة نشر الإلحاد، وبأن الكنيسة كتحارب الإلحاد. هذا كلام حق أريد به باطل. الكنيسة تحارب الإلحاد في جموع النصارى. الكنيسة لا توافق ولا تقبل بأن النصارى يوليو ملاحدة، ولكن صمويل العراب صمويل مارينوس زويمر هل يريد نشر الإلحاد بين النصارى؟ الجواب قطعا لا. لكن وهذا ما يعنينا، لأن النقاش ديالنا معنا حنا كمسلمين. علاش كيهرب النقاش هو البيت الداخلي النصراني؟ حتى نقولوا في علاقة لي كريستيان معنا. صامويل مارينوس زويمر، أنا أقول كل من يسمعني، وبالمناسبة كثير الحمد لله من أخواتنا وأخوتنا المغربيات والمغاربة مشاو بداو كيقلبوا على شكون هو هذا، واكتشفوا تصدموا بحجم المجهود اللي عطى وسميتو وشنو دار والتأليفات، وأنه مهووس بمحاربة الإسلام. أقضى أكثر من 40 سنة في ماذا؟ في الوطن العربي والإسلامي، ويحاول من خلاله هدم الإسلام. صامويل مارينوس زويمر، واللي أنا كنشكر بهذه المناسبة الأخت وفاء اللي كتواجد معنا تقريبا بشكل دائم سواء في مهزلة الإلحاد أو في مغاربة ضد الإلحاد، واللي دارت لنا واحد التأليف ديال هذا الكتاب هذا اللي هو عبارة عن وقفة مع حياة صامويل مارينوس زويمر. أنا قلت بأن كثيرين الحمد لله تبنوا هذه الفكرة هذه، وأنهم بغوا يبحثوا في هذا المجال هذا في الخلفية الدينية والتبشيرية لما تسمى الشبهات اللي سائدة الآن. سعيد انا بهذا الانجاز وهذه الثقافه ان شاء الله اللي غنحاولوا بان تنتشر بين صفوف المغاربه، وحتى النقاش غيولي نقاش اخر من نوع اخر في دائره اخرى بعيدا عن دوائر اللصوص ودوائر حمير الكنائس. فقلت الإخوان صامويل مارينوس زويمر هو الذي اقترح نشر، سمعوني الإخوان وانا تنقول اللي كيسمعني باش يقلب عليه يبحث عليه شكون هو، شنو كتب، شنو ألف، علاش اختار البحرين، فين مشى، ما خلى لا رباط لا فاس لا مراكش لا اندونيسيا لا القاهره لا تونس لا عاصمه لا اسكندريه لا صنعاء، ما خلى حتى شي قنت، لانه كان باغي يفهم الثقافه والعادات والافكار، وكان مهووس بهدم الاسلام ومحاربه الاسلام. هو اللي قال لهم في التوصيات في مؤتمر القدس التنصيري، قال بان مهمتنا فشلات، باننا ندخلوا المسلمين المسيحيه ما غيقبلوهاش، وكاين اما واحد غيكون طفل صغير ما رباوش اهله على الاسلام وبالتالي غيدخل المسيحيه، او واحد مرتزق يسخر من الاديان
ولا يهتم بها فقط. هذا من باب أنه باغي يحسن، يعاني من الفقر يعني، وباغي يحسن الوضع ديالو الاجتماعي. أو واحد ربما أحب أو عشق فتاة نصرانية شقراء، واضطر بأنه هذا الولع وهذا الصبابة والحب ديالو أنه متيم بها، فصار على مسارها يعني وسميتو وتمذهب بمذهبها. فقال لهم ما كاينش شي حل آخر إلا أننا ننشروا الإلحاد بين المسلمين وما تشرفوهمش، ولأن هذا الكلام يعني يعكس أنه خاب أمله بأن الخرافة النصرانية ما غايش غيتبناها. فقال لهم عليكم، دوركم هو أنكم تخرجوا المسلم من الإسلام فيصبح مخلوق لا صلة له بالله. هذا الكلام راه ماشي ديال الإخوان، هذا الكلام سيروا بحثوا عليه وقلبوا عليه، مؤلفات موجودة، تصنيفات موجودة. المجهود ديال صامويل مارينوس الزويمر، خص واحد البحث بسيط وغتشوفوا أنها نشر الإلحاد واللادينية في الوطن الإسلامي هذه فكرة أحد كبار المنصرين، عميد التنصير، عميد التبشير، الذي يسمونه أمير الإسلام أو رسول الإسلام، وعنده مجهودات كبيرة وكبيرة جدا في التبشير وفي التنصير وفي إخراج المسلمين من دينهم. فأنا أدعو الناس أنهم يبحثوا في هذه النقطة اللي حاول يخفيها عن عمد وقصد الزميل الحسناوي، لأن قد يقول قائل ربما ما سمعش به، لا سمعني وسمع به من عبد ربي اللي هو أنس بينو، وقال له وذكرت له هذا، لكنه كي تنقولوا مسح بليكا ومارس التعتيم، وكالعادة غيب النقاش من نقاش ما بين النصارى والمسلمين إلى النقاش بين النصارى والنصارى داخل البيت النصراني. شوف عملية الخداع. شفنا عملية الخداع على مستوى عبد الرحمن بلوي فيما ذكره من كتابه ومؤلفاته باش يغطي على هذا الزواج الغليظ وجهاد العرض والطلب وأوطاس وإلى غير ذلك، بغى يهرب من النقاش سميتو ويغطي به ديال بن الراوندي وديال بن المقفع ومحمد بن زكريا الرازي. منين توقفنا أو بغينا نلفتوا الانتباه لخطورة نشر الإلحاد واللادينية في الوسط الإسلامي، بغى يهرب النقاش حق أن النصارى يحاربوا الإلحاد. نعم النصارى يحاربون الإلحاد عندهم، لكن صامويل مارينوس الزويمر كبير المنصرين وعميد المبشرين تيقول لهم خصكم تنشروا الإلحاد واللادينية وأن يصبح المسلم بلا عرابط بالله ومخلوق لا صلة له بالله. هذا هو الخطاب اللي حاول، وهذه هي المسألة اللي بغى الحسناوي يدير هذاك دغدوخ وبغى يدير لنا الرماد على العيون وبغى يدير لنا فهمتيني ديال اللعبة ديال الغمق. ولكن المعلومة حنا غنوصلوها للناس، المعلومة غتبان لعباد الله. نقيم الحجة على اللص وحتى حمار الكنيسة نقيم عليه الحجة. يعني ما عندك فين قول لهم يقطعوا علينا الانترنت قول الكنيسة تقطع علينا الانترنت بالمناسبة. وكاين مغاربة يعني الحمد لله معنا خارج أرض الوطن تيتواجدوا معايا، قول لهم يقطعوا سيدي على العالم، يقطعوا الانترنت باش المعلومه ما توصلش لعباد المعلومه غيشوفوها الناس. غنفضحوا هذا الشيء ومصادر والمواقع والروابط والمجلات لا نجاة بعد اليوم. المعلومه ستعطى وهذا حق واجب ندافعوا على الحق ديال اي واحد مستمع ومستمع. الحق ديالو في المعلومه توصلوا انتم باغيين تكوشوا عليها وباغيين تغطيو وباغيين تسكتوا، لا غنخرجوا داك الشيء اللي كتسرقوا منه واللي كتنهبوا منه واللي تديروا منه الخطف باش تصطادوا البسطاء مستغل لانهم ما تيقراوش. المعلومه ستصل، هذا حق ديالهم وليس امتياز. نختم بواحد المساله معينه اللي هي قال بان الاسلام فيه الشبهات، وقال لك انه كاين واحد العدد حوالي 1200 شبهه في كتاب مجهول. شنو هو الكتاب؟ حط لنا اسم الكتاب، عطينا اسم الكتاب مالك خوفان، قلنا اسم الكتاب، حط البي دي اف ديالو في صندوق الوصف وقولوا لنا، ولا خوفان اننا نردوا ليه. لا ما عندكش علاش تخاف، حيت حنايا داك ما تسمى الشبهات حنا نعرضوها في المعاقل ديالها، حنا في المواقع تنعرضوه. وانا ابشرك الزميل الحسناوي بان هذه المواقع هذه غتولي تشاف، بان الشبهه ما غتبقاش يسمع هذاك الطرف الذي يستحمر، غيولي يشوفها بعينيه. ولكن قبل ما ندوزوا لباب الشبهات نبداو بالصرب والفداء والتجسيم والتالوت
والجانب المسيحي، ثم عاد نهبطوا للباب التحتاني اللي كاين في وسط الصفحه او في اخر الصفحه المتعلق بالاسلاميات. هذا الشيء ما غيبقاش يتسمع، غيولي يتشاف، واي واحد عنده الحق فان المعلومه توصلوا. انا ادعو من يسمع له انه ذكر ما تسمى الشبهات يعطينا الكتاب وما يخافش، لاننا سننسفه نسفا. اوكي، فيذكر اسم الكتاب وحطنا الكتاب ونشوفوا ونتدارسوا مع المستمعين الافاضل ومستمعاتنا الفضليات ما جاء في الكتاب. جميعا شكرا لاستماعكم، فهذا شرف لنا، وان تصل المعلومه لكم جميعا دون ما وصايه، دون ما احتكار، دون ما حجر. هو حق لكم وليس امتياز لنا، انما هو حق، وحقكم هو واجبنا. شكرا لكم جميعا. ها هو أنس بينو الراكب كالعاده على حمير الكنائس يحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.